600 ألف برضه يخسر. ده عميل من البحرين مش أول مرة يتعامل معايا، ودايما كنت بنصحه بقول له حط رقم متوسط، رقم يناسبك تقدر تمانج عليه مكسبك وخسارتك. قعد معايا حوالي سنة ونص من 2023 لحد دلوقتي يقول لك أنا هودع رقم صغير وادبله الارقام كبيره، يودع 100 ويخسرهم، 500 يخسرهم، 600 ألف برضه يخسر. الصراحة كانت بعض الأوقات بتظبط معاه، ولكن عشان كان مستعجل وعايز يحقق نجاح سريع كان مصيره الفشل لا محالة. يا بابا لو كنت حطيت رقم محترم من الأول كنت كسبت واشتغلت عليه صح. لحد ما جالي بعد فترة قال لي انت عارف أنا أودعت مجموع المبالغ الصغيرة أكتر من 30 ألف دولار. قلت له ما أنا قايل لك من الأول حط رقم زي ده من بدري، وكنا تابعنا مع بعض وحققنا مكاسب منظمة زيك زي باقي الناس اللي معانا. بس اللي حصل من الشهر اللي فات شهر 3 الراجل ده بقى يطير فلوسه يوم ورا يوم، بدل ما يودع مرة في الأسبوع بقى يودع كل يوم 200 و300 و500 وساعات 600، يودع ويخسر كأنه قاعد وبيلعب قمار. حتى لما ودع 30 ألف دولار وده من قريب ما مشيش ورا اللي بقوله، كل غلطه انه ما كانش ماشي ورا حد فاهم. وده موقف من مواقف كتير اللي بنتعرض ليها من عملاء. تخيل لو كنت مكاني كنت هتعمل ايه؟